فيلمنا بيبدأ مع ويليام واللي بيكون عقيد في الجيش ورغم سلطته وقتها لكنه بيقرر يتخلى عن منصبه المهم بسبب رفضه لقانون الحكومة الأمريكية اللي بيحارب شعب الهنود الحمر وبيفرض عليهم سياسات صعبة جدا علشان يقدر يطردهم من أمريكا ويستولى على أرضهم الأصلية. وبيروح ويليام يعيش في بيت بسيط بعيد عن المدينة مع مراته إيزابيل وأطفاله الثلاثة وهم ألفريد وده الأخ الأكبر وصومل واللي بيبقى أصغر أطفاله وتريستيان الأخ الأوسط ولكنه بيبقى المفضل عند والده وده لأنه بيمتلك نفس شجاعته وبيبقى حابب هواية صيد الحيوانات المفترسة لدرجة إنه بيدخل في صراع مع دب متوحش وبيقدر إنه يقطع صباعه بالخنجر بكل سهولة. وبتكون عيلة ويليام سعيدة وعايشين في حب وسلام لحد ما بتقرر والدتهم إيزابيل إنها تتخلى عنهم وتروح تعيش في المدينة لأنها بتكون كارهة الحياة المنعزلة في الغابة. فبيقرر ويليام إنه يتولى مسؤولية تربية أولاده بنفسه وبيحاول على قد ما يقدر إنه يعوضهم عن غياب والدتهم اللي اتخلت عنهم بكل قسوة. وبيتعاون مع جاره ستيب ومراته بيت واللي بيكونوا من الهنود الحمر بإنهم يساعدوه في تربية أولاده علشان ما يحسوش بوحدة من بعد غياب أمهم إيزابيل. وبتمر الأيام وبتبقى حياتهم مستقرة وأطفاله مع بعض دايما وعلاقتهم ببعض بتبقى قوية على الرغم من إنهم اتربوا بعيد عن والدتهم لحد ما بتعدي السنين وبيكبروا الأطفال قصاد عين ويليام واللي بيبقى فخور جدا بيهم. وفي يوم بيقرر صامل إنه يروح يزور والدته إيزابيل في المدينة ويحاول إنه يلاقي وظيفة تساعده في إنه يكون مستقبله. وبعد شهور بيرجع صامل للبيت وبيفاجئهم هو معاه بنت جميلة اسمها سوزانا واللي بيكون حبها واتعرف عليها في المدينة واتعلق بيها جدا وبيعرفها على والده واخواته الاتنين واللي بيرحبوا بيها جدا. وساعتها بتقرر سوزانا انها تقعد معاهم في نفس البيت لحد تحديد ميعاد الفرح. وهناك بتتعرف سوزانا على ايزابيل بنت جارهم ستيب وبتسألها عن اكتر حاجة نفسها فيها لما تكبر. فبتقول لها ايزابيل انها نفسها لما تكبر تتجوز تريستيان وتخلف منه لانها بتحبه. فبتستغرب ايزابيل وده لانها لسه طفلة. وبعد ايام بيبان ان صامل مهتم بالامور السياسية وعنده انتماء قوي لبلده لدرجة انه بينضم لصفوف الجيش الامريكي علشان يحارب بشرف ضد الالمان ويدافع عن بلده. ولكن والده بيعترض لانه بيكون خايف عليه وعلى حياته. ومع الاسف بيبقى صامل شخص عنيد وبيخالف اوامر والده وبيصر انه ينفذ قراره ويروح الجيش. وساعتها بيقرر اخوه الفريد انه ينضم ليه علشان يقدر يحمي اخوه ويسانده لحد ما تنتهي فترة التجنيد. وبتتضايق سوزانا لان صامل خطط للتجنيد من غير ما يبلغها على الرغم ان ميعاد فرحهم قرب وكانت هتبقى شريكة حياته. وبتسيبه وبتمشي وهي منهارة من العياط. وساعتها بتقابل تريستيان فبتترجاه سوزانا انه يحاول يخلي صامل اللي يتراجع عن قراره. فبيحاول تريستيان انه يهون عليها وبيحضنها علشان تهدى وبيطمنها انه هيروح معاه علشان يحميه على قد ما يقدر وانه يكون لها فترة صغيرة ويرجع لها من تاني. وفجأة بيدخل عليهم الفريد وبيشوفهم حاضنين بعض وبيشك فيهم ولكن تريستيان مش بيهتم وبيسيبه وبيمشي. وفي يوم 9 اكتوبر سنة 1914 بيجهزوا الاخوات علشان يسافروا للتجنيد في الحرب العالمية الاولى ضد الالمان. وبتقرر سوزانا انها تفضل في البيت مع والدهم لحد ما صامل يرجع من الحرب زي ما وعدها. وبيودعهم ويليام وهو حزين لانه مش عارف مصير اولاده الثلاثه وده لان وقتها الجيش الالمان كان قوي جدا قصاد الجيش الامريكي. وبيروح لمنطقه التجنيد اللي فيها الحرب وبيبان ان جيش امريكا ضعيف وبيخسر ارواح بشكل كبير ومرعب. وفي يوم الفريد بيدخل في اشتباك مع قوات جيش العدو وساعتها بيقع وبيتصف في رجله. وبيتم ساعتها اختيار اخوه صامل بانه ياخد مكانه في الاشتباك. وساعتها بيعرف تريستيان باللي حصل فبيروح بسرعه علشان يمنع اخوه انه يشارك معاهم. ولما بيوصل بيدخل الحرب على الرغم انه ما بيكونش معاه سلاح ولكنه مش بيهتم غير انه يلحق اخوه او ينقذه. وفي الطريق بيشوف تريستيان اخوه صامل على الجنب التاني وهو عالق في شبك حديد وبيبقى مش قادر يتحرك لانه فقد بصره نتيجه القنابل المثيره للدموع. فبيجري تريستيان عليه بسرعه علشان يلحقه ولكن للاسف ما بيلحقش وبيتقتل صامل بالرصاص قدام عين تريستيان. وبينهار تريستيان وبيجري وهو مش مصدق اللي بيحصل وبيحضن اخوه وهو بيعيط ومش مصدق انه مات. وساعتها بيستجمع قوته وبيبدا يطلع قلب اخوه من جسمه علشان يبعته لوالده يدفنه بمعرفته وده لان الجيش مش هيسمح بترحيل جثته عند اهله. وبيدخل تريستيان في حاله نفسيه صعبه وما بيبقاش شخص طبيعي. وبالليل بيروح لمعسكرات جيش العدو وبيقتل كل حراس الجيش وبيقطع اشلاء من جسمهم وبيعلقها على هدومهم. وبعد ايام بيجي اعفاء لاخوه الفريد من استكمال خدمته في الجيش بسبب الاصابه اللي في رجله. وبيرجع الفريد على البيت وهو معاه قلب اخوه صامل وبتتم مراسم الدفن بتاعته وبيتدفن. وبيكون ويليام حاسس بالحزن والاكتئاب بسبب فقدانه لابنه وفي نفس الوقت قلقان على تريستيان اللي مش بيبعت اي رسائل لوالده علشان يطمنوا عليه اذا كان عايش او ميت. وبتبقى سوزانا هتموت من الحزن على موت صامل ولكن بتقرر انها تقعد مع ويليام في البيت لحد ما ويليام يقدر يتعافى من صدمه فقدانه لابنه. وفي يوم بتكون سوزانا بتزور قبر صامل فبيجي لها الفريد وساعتها بيعترف لها بحبه وبيحكي لها انه حبها من اول مره شافها في حياته وانه كان دايما بيحس بالغيره من اخوه لانه كان معاها وهيتجوزها. وبتتصدم سوزانا من اللي هي بتسمعه
بتستغرب من كلام ألفريد وإحساسه ليها، فبتحاول ترفض الموضوع من غير ما تجرحه، ولكن ألفريد بيطلب منها إنها تديله فرصة وهو هيخليها تحبه زي ما كانت بتحب صامل. وبعد شهور بيرجع تريستيان من بعد انتهاء فترة خدمته في الجيش، وساعتها بيكون ويليام طاير من الفرحة لأن ابنه رجع له بخير من بعد فترة الحرب، على عكس ألفريد اللي بيبقى مش مبسوط برجوع تريستيان لأنه لسه فاكر الموقف اللي كان بينه وبين سوزانا لما حضنوا بعض، وبيقلق من رجوعه لأنه بيكون مش واثق فيه ولا في وجوده معاهم في نفس البيت. وبيروح تريستيان علشان يزور قبر أخوه صامل وهو حاسس بالخسارة والعجز، وبيرمي على نفسه اللوم لأنه ما قدرش ينقذ أخوه من الموت. فبتيجي سوزانا علشان تسلم عليه، وساعتها بيكون تريستيان مش قادر يواجهها لأنه فشل في وعده ليها وما قدرش يحافظ على حياة أخوه، ومش بيقدر يتملك أعصابه وبيعيط قدامها. ولكن سوزانا بتقوله إن ده قدر ومش بإيد أي حد أبدا إنه يغيره، وبتحضنه سوزانا علشان تهون عليه زي ما عمل معاها قبل كده. وبتفضل سوزانا جنب تريستيان لحد ما بيهدى، وبيروحوا يتمشوا شوية في الغابة وبيتكلموا عن حياتهم لبعض. وبتحس وقتها سوزانا إن هي مايلة أكتر لتريستيان ومنجذبة ليه، وبيصارحها هو كمان إنه حبها من أول يوم شافها فيه. وساعتها بيقربوا من بعض وبيدخلوا في علاقة، وبيعرف ساعتها ألفريد إن سوزان فضلت تريستيان عليه، فبيواجه تريستيان وبيتهمه إنه كان قاصد يرمي صامل للموت علشان يسرق منه خطيبته سوزانا. فبيتعصب تريستيان وبيقطع علاقته بأخوه ألفريد بشكل نهائي. ووقتها بيحس ألفريد إنه ما بقاش ليه مكان في البيت، فبيقرر إنه يهاجر للمدينة ويبدأ حياته من أول وجديد. وبيستمر تريستيان وسوزانا مع بعض وبيزيد حبهم لبعض مع الوقت، ولكن ماضي صامل كان دايما بيطارده في كل مكان، وبقت حالته النفسية بتتدهور يوم بعد يوم، وبيبقى شخص عنيف وبيعمل مشاكل دايما لدرجة إنه كان هيقتل سوزانا بالغلط لمجرد إنها لمسته. فبيقرر إنه يسيب البيت من خوفه لا يأذي حد بالغلط، وبيشق طريقه لبلاد تانية بعيدا عن الذكريات اللي بتطارده في كل مكان بيروحه. وبيتخلى عن سوزانا لمدة كبيرة وما بيبعتش رسائل، وهو بيحاول إنه يتعافى من صدمة موت أخوه صامل. وبعد سنين بيبعت جواب لأهله إنه بقى دلوقتي صياد ماهر، وبتكون كل دي محاولات من تريستيان إنه ينسى فقدان أخوه، لحد ما بيقرر إنه يتخلى عن سوزانا هي كمان بشكل نهائي علشان يقضي على آخر حبل بيربطه بينه وبين ذكرياته وإحساسه بالذنب. وبيبعت رسالة لسوزانا بيبلغها فيها إنها من الأفضل تتجوز حد تاني لأن قصة الحب اللي ما بينهم انتهت. فبتتصدم سوزانا وما بتكونش مصدقة اللي بيحصل، تدخل في حالة نفسية صعبة من بعد ما بتستوعب إن تريستيان اتخلى عنها للأبد ومش هتشوفه تاني في حياتها. وفي يوم بتيجي زيارة من أشخاص مهمين في المدينة، واللي بيكون من ضمنهم ألفريد اللي بقى ناجح في شغله من بعد ما بقى رئيس مجلس كونجرس للولايات المتحدة الأمريكية. وبيرجع ألفريد علشان يفرح والده، ولكن بيتضايق ويليام ومش بيهتم بنجاح ابنه على قد ما هو حاسس إن ابنه اتغير وبقى شخص أناني وبيتبع سياسة أمريكية واللي بتحارب شعب بريء وبتأذي كل الفئات منهم حتى الأطفال الصغيرين. فبيتعصب ألفريد ولكن بيتمالك أعصابه على آخر لحظة، وبيودع والده بكل هدوء وبيمشي. ولما بيخرج ألفريد بيشوف سوزانا وهي ماسكة الرسالة وبتعيط، فبيعرف إن تريستيان اتخلى عنها، وساعتها بيحس إن فرصته جات له علشان يقدر يكسب قلبها من بعد ما تريستيان خطفها منه. وبيستغل ضعفها وبيقرب منها، وساعتها بيخرج والده وبيشوفهم وبيفتكر إن ألفريد بيخون أخوه مع سوزانا، فبيطردهم من البيت بعد ما بيشوف إن سوزانا هي السبب في تدمير علاقة أولاده ببعض. وبعد ما بيمشوا بيفتح ويليام الرسالة وبيتصدم لما بيعرف إن تريستيان هيغيب ومش عارف هيرجع ولا لأ، وساعتها بيقع وبيتصاب بجلطة في المخ من بعد ما بيحس إنه بقى شخص وحيد على الرغم إنه فنى عمره في تربية أولاده. وبتعدي سنين طويلة وبيرجع تريستيان أخيرا للبيت من تاني بشكل مفاجئ، وبيبان إنه أخد سنين علشان يقدر يتغلب على حالته النفسية اللي كان عايش فيها، وبقى قادر دلوقتي يكمل حياته بشكل طبيعي. ولكنه بيتصدم لما بيلاقي والده مصاب بجلطة ومش قادر يتكلم، وساعتها والده بيكتب له على الورق إنه فرحان برجوعه للبيت. وقتها بيكون تريستيان جايب هدايا كتير لأهله وأصحابه بما فيهم سوزانا، وجاب بندقية لوالده علشان تساعده على الصيد، وبيوعده إنه هيفضل جنبه ومش هيسيبه تاني أبدا. وبيروح لسوزانا علشان يديها هديتها، ولكن ستيب بيصدمه لما بيعرفوا إن سوزانا اتجوزت أخوه ألفريد من 5 سنين من بعد ما بقى رئيس الكونجرس الأمريكي. وبيعرفوا كمان إنه أصدر قوانين تتحكم في شعب الهنود الحمر ومنعهم من تجارة الخمور في البلد إلا عن طريق الحكومة. فبيتصدم تريستيان وبيداري على حزنه عن طريق الهزار، وبيقترح على ستيب إنهم يشتغلوا في تجارة الخمور المهربة، وده لأن مكسبها كبير. وفي تاني يوم بيروح تريستيان لبيت ألفريد علشان يشوف سوزانا من بعد غياب سنين طويلة، ولما بتقابله سوزانا بتنهار من العياط، لكن وجود ألفريد في حياتها بيمنعها تعبر عن مشاعرها، وبيفهمها إنه كان جاي بس علشان يشوفها وبيتمنى لها حياة سعيدة مع ألفريد. وفي تاني يوم بيكون تريستيان في اسطبل الخيل، وهناك بيقابل إيزابيل بنت ستيب وبيتعرف عليها بصعوبة لأن آخر لقاء ما بينهم كان من سنين طويلة من وقت ما كانت طفلة. ومع الوقت بيقربوا من بعض، وبيبدأ تريستيان إنه يعجب بيها، وبتبادله إيزابيل نفس الشعور. وساعتها بيقرر تريستيان إنه يتجوزها ويستقر
أخيرا وبيتحقق حلم إيزابيل واللي كانت دايما بتحلم بيه من صغرها. وبيوصل الخبر لسوزانا اللي بتتصدم وبتبقى حاسة بالغيرة لأن تريستيان هيتجوز ويكون الأسرة اللي كانت دايما بتحلم إنها تعيشها معاه. وبيمر الوقت وبيكون تريستيان عايش حياة سعيدة وبيخلف من إيزابيل ولد جميل وبيسميه صامل على اسم أخوه اللي مات. وبيبقى تريستيان مستمر في تجارة الخمور المهربة وبقى شخص ناجح فيها لحد ما بيقع في مشاكل مع التجار المنافسين في السوق، وساعتها بيهددوه إنه يوقف بيع خمور لأن وجوده في السوق مسبب لهم خسائر كبيرة. ولكن مش بيهتم تريستيان بكلامهم وبيكمل في تجارته. ووقتها بيقرر واحد من التجار المنافسين يبلغ الشرطة عن تريستيان علشان يتخلصوا منه للأبد. وبتعمل الشرطة كمين لتريستيان وقت ما كان في طريقه للبيت هو وعيلته، وبيوقفوا عربيته وبيضربوا نار في الهواء بشكل عشوائي كنوع من أنواع التهديد. ولكن بتيجي رصاصة بالغلط في إيزابيل مراته وبتقتلها، فبينهار تريستيان وبيضرب واحد من رجالة الشرطة ولكنهم بيقدروا يتغلبوا عليه وبيضربوه وبيسيبوه وهو مرمي على الأرض وبينزف. وبيقوم تريستيان ناحية مراته وبيشيل جثتها وبيرجع بيها البيت وهو بيعيط. وفي وقت الجنازة بيجي ألفريد علشان يعزي تريستيان وبيعرفه إنه اتحكم عليه ب30 يوم في السجن بتهمة إنه ضرب الضابط وإنه لازم يقضي فترة الحكم بتاعته. فبيتعصب تريستيان لأن الشرطة هي اللي قتلت مراته وإنهم بدل ما يحاسبوا الشرطة ويطبقوا قانون العقوبات على رجال الشرطة بيحاسبوه هو على إنه كان بيدافع عن مراته. ولكنه في النهاية بيوافق يروح يقضي فترة عقوبته في السجن علشان يقدر يخرج ويعتني بابنه من بعد وفاة مراته إيزابيل. وبتروح سوزانا تزور تريستيان في السجن وساعتها بتنهار من العياط وبتعترف إنها لسه بتحبه وإنها مش قادرة إنها تهرب من حقيقة حبها ليه. وعلى الرغم إن تريستيان لسه بيحبها ولكنه بيقرر يحترم أخوه وبيطلب منها تبعد عنه وتكمل في حياتها مع ألفريد. وبعد شهور بيخرج تريستيان من السجن وبيقرر إنه ينتقم من كل اللي أذوه وتسببوا في موت مراته إيزابيل. وبيروح يقتل الضابط اللي تسبب في موت مراته وبعدها بيطلع على مخزن الخمور وبيقتل الشخص اللي بلغ عنه في البداية. وبيروح لسوزانا واللي بتكون مش قادرة تتحمل وجودها مع ألفريد على الرغم إنها لسه بتحب تريستيان لحد ما الاكتئاب بيتمكن منها وبتقرر إنها تنهي حياتها بإيديها. وساعتها بيبعت ألفريد جثتها على بيت تريستيان وبيعرفوا إنه في النهاية هو اللي فاز بحبها لأنها قتلت نفسها علشان مش قادرة إنها تحب غيره. وبيكمل كلامه إن هو اللي كان يستحق الموت مكان صامل وساعتها ما كانش كل ده هيحصل. وفي تاني يوم بتيجي عربية شرطة قدام بيت تريستيان وبيعرف ساعتها إنهم جايين ينفذوا فيه حكم الإعدام بسبب قتله للضابط. وقتها بيطلب منهم تريستيان إنه يتقتل بعيد عن البيت علشان مش عايز ابنه يشوفه وهو بيموت. ولكن فجأة بيخرج أبوه ويليام من البيت على صوت كلامهم وبيطلع البندقية اللي معاه وبيصوب على واحد منهم وبيقتله. وبعدها بينجح إنه يقتل التاني بسرعة وبيفضل واحد. وقبل ما يقتل تريستيان فجأة بيتقتل الشرطي برصاصة من ظهره وبيموت. وبيتضح إن اللي قتله هو ألفريد اللي قرر إنه يرجع علشان يحمي عيلته من تاني. وفي نفس اللحظة بيجي ويليام وبيحضن ابنه ألفريد لأول مرة من فترة طويلة من بعد ما اتأكد إنه أخيرا اتغير فعلا ورجع لعيلته من تاني زي زمان. وبيتصالح الأخين ألفريد وتريستيان وبترجع علاقتهم قوية ببعض من تاني. وساعتها بيطلب تريستيان من ألفريد إنه يهتم بابنه صامل وده لأنه عارف إن الشرطة هتطرده وإنه لازم يسيب البلد. فبيوافق ألفريد على طلبه وبيوعده إنه هينفذ كلامه لحد ما الأمور تهدى. وبيهرب تريستيان وبتعدي السنين وبيفتكر تريستيان إنه عمره قصير وهيموت بسرعة بسبب تهوره ولكنه بيعيش حياة طويلة لحد ما بيقدر يشوف ابنه كبر وبقى شاب وعايش حياة سعيدة مع عمه ألفريد. وفي سنة 1963 بيكون تريستيان في الغابة وفجأة بيهجم عليه دب متوحش. وبرغم سنه الكبير إلا إن بسبب شجاعته بيصارع الدب لحد ما الدب بيقدر يتغلب على تريستيان وبيقتله. وبيموت تريستيان وهو راضي عن نفسه لأنه مات محارب شريف زي ما كان بيتمنى. الفيلم ده بصوت عبد الله طارق وكتبت السكريبت سما علي. ما تنسوش تتابعونا على صفحة فيلم في خلاط على الفيسبوك أو تتابعونا على قناة اليوتيوب واستنونا في فيلم جديد في الخلاط. يلا سلام.